في الحقيقة الحلقة دي ممكن ما تكونش متقنة قوي من حيث السيرش والمراجعات والقوة الفنية، وقد تفتقر للموضوعية في بعض الأحيان، لأني بعتبر الفيلم ده فيلم شخصي شوية، أو على رأي خوليو كده في سلسلة حرفيا أنت. يمكن ده الفيلم أو دي الشخصية اللي فعلا أول ما شفتها حسيت إن هي حرفيا أنا. الموضوع بالنسبة لي كبير شويتين. مش هبقى ببالغ لو قلتلك إن الفيلم ده قد يكون سبب من ضمن أسباب وجود كاركتر زي شاب قديم. خلينا نخش في الموضوع على طول، والنهاردة هنتكلم عن فيلم تيك تيك بوم. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا، ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان، هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا ده انت شكلك لا يا عم، انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حديد. يا عم انت في الحقيقة فيلمنا بيتكلم عن أزمة دائمة الوجود بين الناس، ولكن في نوع من الناس الدنيا عندهم بايظة. وخلينا نختص أكتر بالفنانين، الفنانين اللي أصوات فنهم أعلى من صوتهم هم شخصيا. الخوف ولا الحب؟ بيخوفك فقدان الناس اللي انت بتحبهم، حاسس انك لسه عندك طاقة وحب تقدر تقدمهم، وبتحس انك طفل في مجتمع الكبار. زي صاحبك مايكل اللي ساب التمثيل وبقى شغال في شركة بتديله فلوس كتير، عنده شقة غالية وفخمة. كل أصحابك ليهم مناصب وكاريرز حلوة ومنورة، ملائمة جدا لأضواء المدينة الكبيرة زي نيويورك. وفي النهاية حتى حبيبتك هيجيلها عرض لولاية تانية عشان تشتغل مدرسة رقص في مدرسة. كله بيلجأ للالتزامات طويلة الأمد، كله بيحط نفسه في قوالب روتينية، وانت لسه شغلك مسرحيتك. هل انت فعلا طفل، ولا انت بس مش قادر تستوعب ان كل حاجة متجهة نحو الرأسمالية، وفكرة العمل الحر وانك هتبقى public figure دي مجرد احلام طفولة؟ هل هتقضي بقية عمرك في الرهان ده؟ سؤال الخوف ولا الحب في ذاته هو الإجابة، وهي ان الناس نوعين، ناس بيحركهم الخوف وناس بيحركهم الحب، لكن الاتنين مع بعض ما بينفعوش. على رأي جوناثان لما قال لصاحبه ان اللي بيحركه هو الخوف. Gosh, I wish I could be more like you and spend my life caring about driving the right car. جوناثان كان معتقد ان اللي بيحركه هو الحب، ولكن جوناثان عنده نفس الأزمة تقريبا، ولكنه هو اللي صنعها لنفسه. انت وحيد، ذهنك مشتت بشكل كبير، بيجيلك اوقات وتحس انك عايز تهرب. دي كانت النوت التانية اللي كتبها جوناثان لنفسه بعد دماغ متشتتة وسط مليار قرار متأخر، وحاجات بتيجي على حساب حاجات. بتحتار ليه لازم تخسر حاجة، ليه ما ينفعش كل حاجة تفضل مستنياك لحد ما تحقق اللي نفسك فيه، ليه لازم تاخد قرار في علاقتك، ليه دايما الطموح بينهش فيك يوم بعد يوم، بينهش في طاقتك وسنك وملامحك. انت مش نفس الطفل عديم الالتزامات والمسؤوليات. انت ما ينفعش تدخل كل الناس اللي بتحبهم في الرهان بتاعك. فيلم تيك تيك بوم عبارة عن فيلم بايوغرافي موسيقي عن حياة الملحن المسرحي جوناثان لارسون، إخراج الملحن لين مانويل، واللي اتشهر بتلحينه لبعض الأفلام الموسيقية. أما تيك تيك بوم كان أول تجربة ليه كمخرج، وأعتقد إن دي نقطة تحول في حياته زي جوناثان مثلا. خلينا نفهم أكتر عن جوناثان إن له أعمال أخرى غير تيك تيك بوم، وأهمهم مسرحية رنت اللي غيرت مفهوم المسرحيات الموسيقية في أمريكا، واللي اتعرضت في مسرح برودواي لمدة 12 سنة حتى بعد وفاته. الضغط اللي عانى منه جوناثان لارسون أثناء كتابته للمسرحية جعل من مسرحيته سرد لأفكاره العشوائية وأسئلته الفلسفية تجاه الحياة، واللي اتضح من قصته إنه فنان بوهيمي درجة أولى. وتوزع الضغط ده برضو على سوزان حبيبته اللي ملت من هوسه بالمسرحية وتجاهل رغبتها في قبول شغلها في ضواحي المدينة، وبين صاحبه مايكل اللي حس بتقصير من جوناثان اتجاهه واتجاه مرضه، وبين إرادته في النجاح قبل سن 30. وزي ما قال قبل كده How much time do we have to do something great؟ وكان سن 30 هو السن المثالي بالنسبة لجوناثان. Don't panic, don't jump ship, can't fight it like taxes. At least it happens only once in your life. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو مش مهم تنجح امتى وفين وازاي، المهم السعي المتواصل، وقدرتك على السعي المتواصل دي هي النعمة الحقيقية، وانك تعرف قيمة الناس اللي حواليك. الحقيقة الفيلم أدهشني أكتر حاجة في أسلوب الحكي اللي أكتر من رائع، وده اللي هرجع له بعدين.
وفي نفس الوقت أداء أندرو جارفيلد وتركيزه على لازمات تمثيلية زي رفع الحواجب والعين الواسعة أغلب الوقت والإيقاع السريع في الكلام، هو ده اللي بيثبت كل صفة موجودة في كاتب زي جوناثان. ده بقى مع الموسيقى وحركات الكاميرا مخلي التجربة أكتر من رائعة. وزي ما البطل بتاعنا بطيء الاستثارة جدا، ده بيسمح لك أنت كمشاهد تاخد المشاعر دي بداله. وكان اتكلم نور الشريف عن الموضوع ده قبل كده وقال: مش هعيط هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. يقول لي ده في كارثة. أقول له معلش، في ناس الصدمة بتخليهم باردين. أنا كمشاهد كنت بعمل كده، كل لحظة كان بيفكر فيها وهو بيعوم وهو نايم وهو في الحمام حتى وهو مع حبيبته، ده كان بيخليه مندهش. وبالنسبة للمشهد اللي كان بينهم لحظة حميمية وهي قالت له: Oh my God. You're thinking about how you can turn this into a song, aren't you? مشهد زي ده أكد لي معلومة عمى جوناثان عن كل حاجة، وإنه حتى حارم نفسه من اللحظات الحلوة اللي في حياته اعتقادا منه إن ما يستحقش أي حاجة حلوة إلا لما ينجح. نرجع بقى لأسلوب السرد العظيم اللي حسيته أكتر حاجة مناسبة للفيلم ده. القصة دي اتحكت من وجهة نظر المؤلف أو بطل الفيلم، فهو حكاها بطريقته اللي شايف إن كل حاجة فيها غنائية وكل حاجة دايما غريبة وداخلة في بعضها. ولكن في بداية الفيلم بنبدأ على صوت سوزان وبنختم بيه برضه تأكيدا على كرة الراوي الأول عشان يعتبر الفيلم كأنه وثائقي. ودعم ده فكرة تصوير بعض المشاهد بستايل الريترو ومزجها بفيديوهات حقيقية لجوناثان الحقيقي. وهنا أنا قد إيه حسيت بالموضوع. وكمان بما إن البطل هو اللي بيحكي، فكان لازم القصة تتحكي بالعبثية دي. حاجة كمان تأكد لك على رسالة الفيلم، إنك لو حكيت الفيلم من الآخر للأول مش هيحصل أي حاجة. نفس الإنجازات، نفس الإخفاقات، نفس الناس بتتعثر وترجع لحياتها وناس بتكسبها في حياتك. العامل الوحيد المشترك بين كل ده هو الاستمرارية. أسلوب السرد المعتمد على تكرار بعض المشاهد وعرض مشاهد من الفينال في البداية هو تأكيد على رسالة الفيلم، إن الوقت مش مهم، المهم إنك عملت إيه. والدليل إن القصة دي حقيقية، والكاتب الحقيقي في 5 سنين بس حقق إنجازات عظيمة كتير. بالنسبة بقى لصوت دقات الساعة اللي كان بيطلع من فترة للتانية، نجح في إنه فعلا يصيبني في بعض الأوقات بالتوتر. دايما كنت حاسس إن أنا مستعجل أو ورايا حاجة، فوجود حاجة زي صوت دقات الساعة ده فعلا كان مفيد، وتوظيفها كان مفيد أكتر. حاجة بقى الوحيدة اللي يمكن ما حبيتهاش في الفيلم هو وجود بعض الأغاني بشكل غريب في مكان مش مكانها. واضح إن المخرج واخد باله من الخطأ ده، لأن أصلا في أغاني ما اتحطتش في الفيلم، لأنها كانت هتطول من مدة الفيلم في حكي قصص كتير ما كانش هيبقى ليها أي تأثير على الفيلم نفسه. وده اللي حصل في اللاين بتاع مايكل. أنا اتضايقت جدا إن اللي حصل في اللاين بتاع مايكل إنه تحول من مجرد صديق البطل وظهوره خفيف في الفيلم إنه له لاين لوحده، لا وكمان بيتحكي قصته في أغنية في نص الفيلم. وقت غلط خالص. حتى لو أنت شايف إن قصة مايكل مهمة تتعرض في الفيلم، فمش ده التوقيت المناسب خالص اللي تحط فيه الأغنية دي. لأن دلوقتي كل اللي هاممني هو مشكلة جون، لأن سبقها واحدة من أعظم المشاهد في الفيلم وهو المشهد ده. And on and on. And that's what it is to be a writer, honey. You just keep throwing them against the wall and hoping against hope that eventually. من وجهة نظري المشهد ده أصلا اللي بسببه أندرو جارفيلد خد الجولدن جلوب، لأن ببساطة هو ما عملش أي ردة فعل من الصدمة، ولكنه ترك الأمر للمشاهد. فكون إنك بعدها بقى لازم تحكي لي قصته مع صاحبه الشاذ حالا، ده ما كانش أفضل حل. يمكن دول ال3 دقايق اللي حسيت فيهم فعلا بالملل أو حسيت إني مش مهتم، ولكن غير كده أنا كنت مهتم بكل حاجة في الفيلم. ولو هنتكلم عن الفرق بين الإيقاع السريع والإيقاع البطيء، الفيلم ده ممكن ياخد جايزة أسرع إيقاع لفيلم. حقيقي معلومات كتير قوي بيتم اختصارها في الأغاني، وده الحلو في الموضوع. استخدام الأغاني سهل على المخرج كتير في توصيل المعلومات، وطبعا ما تعبش لأن دي أكتر حاجة هوليوود شاطرة فيها أصلا. تيبيكال أفلام استوديوهات هوليوود الأصلية، رقص وأغاني ستايل كده لا لا لاند. ولكن هنا كانت تاني سقطة في الفيلم من وجهة نظري، وهو ضعف الإنتاج واستخدام الجرين سكرين بشكل فج جدا، وكمان عزلها بشكل ضعيف. أنا متفاهم جدا لأن مفيش فيلم ما فيهوش أخطاء، لأني شايف إن اللي غطى على كل ده هو تمثيل أندرو جارفيلد. نروح لأغنية 1930 في المسرحية.
كلماته حرفيا قدرت تورينا قد ايه جون عنده خوف اتجاه الحاضر ومتمسك بفكرة تحقيق حلمه قبل سن ال30، ومع تقارب موعد ميلاده ال30 بقى حاسس ان رتم الحياة بقى أقصر وأسرع من الأول، وانه مش فرحان بيوم ميلاده لأنه معملش شيء يذكر ولا حقق هدفه، ونقل من مرحلة الخوف وعدم الرضا لمرحلة التشتت في مقطع من أغنية جوني كان ديسايد، واللي خلانا نشوف بوضوح من خلال سرده البسيط لأحداث ضغطه وأزمات رحلته تجاه تحقيق حلمه، زي مثلا Johnny has no guide. Johnny wants to hide. آخر شيء بقى حابب أقوله واللي اكتشفته فعلا بعد مشاهدة الفيلم، ويمكن هو ده اللي خلى بالنسبة لي الفيلم ده شيء مهم جدا، وزي ما قلت لك في أول الحلقة إنه كان سبب من ضمن أسباب وجود شاب قديم. ببساطة شديدة أنا اكتشفت إن عذابك جوه دماغك مش بره. عذابك كان رؤيتك إنك فاشل وما تستحقش أي خير. دلوقتي أظن المفروض إنك تحب نفسك أكتر وتقول لنفسك ما تزعلش، أنت شاطر، بس فرصتك لسه ما جاتش. يمكن مش دي المعضلة الكبيرة. في وقت مختلف بنكتشف إن الموضوع عمره ما كان في العادات ولا أسلوب الحياة، الموضوع كله في الطريقة اللي بتفكر فيها. عارف ليه؟ لأن مفيش حاجة اتغيرت، كل حاجة لسه زي ما هي، كئيبة وغريبة وعبثية، مفيش أي حاجة بتتغير ومفيش أي تغيير بيحصل. 19 زي 29 زي 39، مش فرق كتير، مفيش حدود ومفيش نهاية. العلماء بيقولوا إن العالم بيتغير كل يوم من حواليك، ولكن أنا شايف إن الجملة دي تفتقر جزء من الدقة، وهو إن مش العالم اللي بيتغير، الناس هي اللي بتتغير. في الحقيقة نظرتهم للأشياء بتختلف، كل إنسان بيبقى عنده قدرات مختلفة عن التاني، ولكن أهم قدرة ممكن تحصل عليها هي إنك تقدر تغير نظرتك للأشياء من حواليك إيجابيا أو سلبيا. في كل الحالات التغيير في ذاته شيء جميل، عشان عقارب الساعة هتفضل تمشي وتفضل تسمع الصوت ده. Everywhere I go, like a tick, 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 like a time. طول ما انت عايش. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، عشان ده فعلا بيساعد. وبس كده، شكرا.